سيدي الله ينصرك والله تصبح حسين. اهلا فيك. شرح الله تعالى سيدنا، شرح الله تعالى. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم، بارك الله فيكم. في سبيل الله، في سبيل الله، في سبيل الله. اهلا بس بخير. بارك الله تعالى، بارك الله. كيفاش ربي نصرينو، كيفاش ربي يسهل، كيفاش ربي. اشكون يحفظ الله تعالى ان شاء الله. صافي جبنا زايم بس، جبنا زايم بس. لا راه عايزين نسيلو انا. في الشفاء ان شاء الله. بارك الله فيكم. الله يرحم والدينا. بارك الله فيك. الله يرحم والدينا. تحية ولا ياكل بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. صافي نسيلو. دابا اللي كنطلب غادي ندير لك واحد الملتمس استعطافي يا ولدي، انك انت ولا بقيتي حي وخرجتي من الحبس، رجاء مني اليك كل يوم جمعة تزور قبري، ولا ما استطعتيش يعني ترحم عليا. السلام عليكم، انا هنا رجعت لكم بفيديو جديد. الفيديو ديال اليوم على امتنا ناصر الزفزافي. بزاف ديال الناس كيعرفوا ناصر الزفزافي كرمز لي حراك ديال الريف، واحد الرجل اللي كان صوت ديال الشعب وكاع الريفيين اللي باغيين يعيشوا بكرامه وحقوق. ناصر انسان بحالنا كاملين، كيحس بالمحن والخسارات بحال اي بني ادم. في 2025 جات خبر اللي كسرات قلوب ديال بزاف ديال الناس، وفاة ديال اب ديال ناصر الزفزافي اللي كان السند ديالو والقدوة ديالو في الحياة، وكان الاب ديالو عاون ليه بزاف ديال الظروف. وهاد القصة ماشي غير على وفاة الاب ديالو، بل على لحظة انسانية كبيرة وزادها قوة، واللي هي خرج من الحبس مؤقتا باش يحضر الجنازة ديال الاب ديالو ويصلي عليه. ناصر كان مسجون لسنوات بسبب المظاهرات ديال حراك ديال الريف، وكان كيعاني من العزلة والظروف الصعبة في الحبس. رغم المسافة القلب ديالو باقي مربوط بالعائلة ديالو اللي كتسنى باش يتجمعوا وسط هاد الهموم كاملة. نهار توفى الوالد ديال ناصر الزفزافي، نزل على ناصر وعلى جميع الداعمين الحراك صدمة قوية في الريف وعبر المغرب. الروابط العائلية مهمة بزاف. الاب ديالو كان رمز الحنان لناصر، فينا هاد الانسان تكفارة ما يمكنش يتعوض، وحزن ديال ناصر كبير بزاف. هنا وقع حدث ما متوقعش ابدا. السلطات المغربيه عطات رخصه مؤقته باش يخرج من الحبس باش يحضر الجنازه ديال الاب ديالو ويصلي عليه. هذا المشهد قليل ما يكون في السجون المغربيه. كيفاش واحد مسجون كيعرفوا عليه انه قائد حركه احتجاجيه يقدر يخرج ويودع الوالد ديالو. هاد اللحظه كانت قويه بزاف وعطات رسالة قوية للمجتمع كامل. الناس في الريف وفي مواقع التواصل الاجتماعي تعاطفوا مع ناصر الزفزافي وعبروا حزنهم، وعبروا هذا المشهد بأنه مشهد إنساني اللي كيتعرضوا ليه الأسرة. الإعلام كذلك ركز على الجانب العاطفي أكثر من الجانب السياسي في هذه القصة. بزاف ديال الناس شاركوا فيديوهات ناصر في مواقع التواصل الاجتماعي مع تعاليق كتقول حزننا على والد الزفزافي وعلى الناصر اللي كيعاني. منشورات من النشطاء كيطالبوا بحقوق اي معتقل اللي عندهم عائلات وكيعيشوا ظروف معقده بزاف. حتى في القرى والمدن الصغيره كان حديث على هذه الواقعه اللي قربت الناس لبعضها البعض. هذه القصه ديال وفاه والد ناصر الزفزافي والخروج ديالو باش يحضر الجنازه ديال الوالد ديالو كتذكرنا من وراء كل حادث سياسي وكفاح كاين الناس عندهم مشاعر واحزان. هاد اللحظه اللي عاشها ناصر الزفزافي عميقه بزاف، كتفرج على الجانب الانساني ديال المعاناه، وكتبين اللي باغي يشوف الاسر ماشي غير ارقام بل ارواح وعواطف. القصه كتعلمنا بان الروابط العائليه قدرت تفوق حتى على جدران السجن، والقلب ديال الانسان قادر يصبر وما قادرش ينسى. هاد اللحظه انسانيه بزاف وفيه مشاعر بزاف. مهم هذا كان فيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يكون عجبكم، وما تنساوش تدعيو مع والد الزفزافي بالرحمه والله يطلق سراحك ومثنى ناصر.